بركة سيدنا النبي معايا فيديو مهم خالص. أسعد واحد في مصر لعبد الله النهارده إن شاء الله بأمر الله. يا بركة سيدنا النبي. عارف ليه؟ سديت آخر قسط في قرض جايبه من 2017. وتحذير هام، أي راجل محترم اوعى تفكر تجيب قرض وتفكر نفسك هتغنى. هتعيش أتعس الناس. وربنا ما يباركلكش حتى في المشروع اللي هتعمله. امشي على كدك واللي عايزه ربنا وهو مكتوب هتاخده. لكن تجري عشان انك تغنى هتعيش افقر الناس واتعس الناس وهتبقى حياتك مليئه بكل حاجه وحشه. انا النهارده يا حبيبي بقول لك انا مبسوط، انا سعيد. يوم السداد يوم عيد. انا خلصت الحمد لله يا رب، الحمد لله. ليا 9 سنين انا والاسره الكريمه في نكد، مش حاسس بالسعاده لاني مديون، والدين زله ومذله. يا رب ما تحوج حد ليه. امشي على كدك ومش هتاخد اكتر من نصيبك، وما تروحش للخروج وما تفرحش. والحمد لله يا بركه بسم الله. والنهارده اي زبون ما يدفعش فلوس في العيش، اي زبون. وان شاء الله بكره هنعمل ختمه ووليمه في الفرن للصناعيه والورشه اللي جنبينا والميكانيكيه وكل الناس. احنا لما كنا نتاخر شويه بندفع كون فوايد. 100,000 دفعتها 350,000 جنيه. يا باي الفلوس ما كنتش عارف اوديها فين الفجر جاني. فبكره ان شاء الله بامر الله عاملين ختمه هنا او وليمه او عزومه للناس الغلابه بس. اوعى تفرح بالقرض، اوعى تجيب قرض. تحذير، نصيحه من اخوك المسلم. وشكرا لحضراتكم. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. تصوروا إنسان الله جل وعلا يقول له أحاربك، ما طاقته. لذلك نقل عن ابن عباس رضي الله عنه قال لآكل الربا خذ سيفك وقاتل. قالوا قاتل من؟ قاتل الجبار.